السلام عليكم. خبر الحلقة هو اجتماع البرلمان الأوروبي مؤخرا وإصداره لمذكرة في شأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، وكأن البلد الوحيد في العالم الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان وحرية الصحافة هو المغرب، وكأن الجهة الوصية الوحيدة في هذه الدنيا على حقوق الإنسان وحرية الصحافة هو البرلمان الأوروبي. اش من عقلية هذه؟ خليونا في هذه الحلقة نعرفوا اش كاين وتابعونا إلى نهاية الحلقة. إذا نبدأ على بركة الله. عندنا هنايا موقف جريدة إلكترونية روسيا. اليوم البرلمان المغربي يعيد تقييم العلاقات مع نظيره الأوروبي بسبب موقف عدائي. البرلمان أول موقف اللي هو موقف رسمي للمؤسسة الرسمية هو موقف البرلمان المغربي اللي حاولوا فيه البرلمانيين جميع رؤساء الفرق البرلمانية حاولوا يردوا على هذا التدخل هذا تقريبا من جميع الفرق سواء ديال الأغلبية أو ديال المعارضة. ثم نجد كذلك رد المجلس الأعلى للقضاء، أو السلطة القضائية وإدانته الشديدة لهذا التدخل في الشؤون القضائية وفي استقلالية القضاء المغربي، أو محاولة التعدي على الاستقلالية هذه والطعن في القرارات ديالو والطعن في المسارات التي يتبعها القضاء المغربي في حق أي متهم أو أي متبع في قضية من القضايا. تلا البلاغ هنا من مصطفى الأبزار الأمين العام ديال المجلس، هذا البلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قال فيه بأن البلاغ ديال الاتحاد الأوروبي أو ديال برلمان الاتحاد الأوروبي هو تدخل سافر في الشأن القضائي المغربي وتدخل منحاز ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية المملكة ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلالية القضاء. إذا هذا القضاء المغربي أو هذه المؤسسة حاولت أن تنبه إلى مسألة استقلالية القضاء، وأن القضاء ديال أي دولة لا يمكن أن نتدخل في قراراته إلا بإعطاء أو بتقديم الأدلة التي تثبت عدم صحة هذا الحكم أو تثبت صحته. فرانس 24 اللي هي معروفة ديال فرنسا اللي حاولت فيها هنا تسلط الضوء على هذا الخبر هذا، وقالت فيه البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقته بنظيره الأوروبي ويندد بانتقاداته لحرية الإعلام بالمملكة. وجابوا هذه الصورة هذه اللي فيها مجموعة من الأشخاص السياسيين والحقوقيين إلى آخره ويحتجوا مرافعين الصور ديال الصحفيين اللي معتقلين عمر الريسوني. ننتقل هنا إلى تقرير اليونسكو واللي هو كان المفروض أن البرلمان الأوروبي يتحدث عنه لو فعلا أنه برلمان يحرص على حرية الصحافة وحرية حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العيش. فهنا تقرير لليونسكو يتحدث عن ارتفاع في نسبة وفيات الصحفيين في العام 2022 إلى 86 صحفي مهني، 86 صحفي مهني وعامل في مجال الإعلام في العالم، مما يعادل مقتل شخص واحد كل 4 أيام وفقا لبيانات اليونسكو التي تشير إلى أن المخاطر الكبرى التي لا يزال يواجهها الصحفيون في أثناء مسيرتهم المهنية. إذا مثل هذه الأشياء هذه ينبغي أن يقف لها البرلمان الأوروبي وأن يعقد لها ربما حتى جلسات لمناقشة مثل هذه الأشياء هذه، أو يعبر لنا على فعلا الغيرة ديالو وعلى الحرص ديالو على حياة الصحفيين وحرية التعبير وحرية الممارسة المهنية للصحفيين إلى آخره. أغلب عملية القتل يشير التقرير إلى أنها وقعت بحرب الأوكرانية الروسية. إذا كان من الأجدر البرلمان الأوروبي أنه يجلس ويحط لنا الورقات على الطاولة ويناقشوا الناس شنو غادي يعملوا في هذه المسألة ديال مقتل الصحفي طبعا في أوكرانيا وطبعا في فلسطين. لا حديث عن مقتل الصحفية شيرين واغتيالها بالرصاص الحي على المباشر إلى آخره. لأن المعروف أن البرلمان الأوروبي يحاول أن يلوي ذراع المغرب
وأن يحقق بعض المكاسب، وأن يرضي بعض الأطراف لتحقيق المآرب الشخصية له. فيه هذا المقال يتحدث فيه بوصوف اللي هو رئيس ديال الأمين العام ديال مجلس الجالية المغربية بالخارج، يتحدث فيه عن المعايير اللي المزدوجة اللي اعتمدها الاتحاد الأوروبي أو هذا البرلمان في الحكم على أو في إصدار هذه القرارات أو في إصدار هذه الأحكام والوصفي ديال الخاصة بحقوق الإنسان وحرية الصحة. البرلمان الأوروبي يعمل معايير مزدوجة في حقوق الإنسان بين ستراسبورغ وبروكسل. إن هذه البهرجة الإعلامية في تقليد التعليم المنطقي لم تحضر عندما عرى النائب الأوروبي الفرنسي تيري مارياني عن الوجه البشع لبعض المشرعين الأوروبيين واستفادة برلماني اليسار الأوروبي من أول غاز السونترال. وأضاف بوصوف أن البرلمان الأوروبي لا يحب عمر رادي، وإنما يستعرض عضلاته في انتظار رفع سونتراك لإمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يجعل خيوط مؤامرة ضد المصالح الوطنية مكشوفة أمام الرأي العام الأوروبي وعقلاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي. إذا واضح الآن بالأمين العام لمجلس الجالية المغربية مصطفى عبد الله يصرح بأن هذه الجلسة كان وراءها محاولة إرضاء الجزائر وهذه الشركة، هذه شركة سونترال للغاز، لكي تزيد في إمداداتها الغازية للقارة الأوروبية، خاصة في الأزمة التي تعيشها الآن بخصوص الحرب الأوكرانية الروسية وانقطاع الغاز الروسي على أوروبا. إذا واضح أن هذه هي الخلفية التي تحكم مثل هذا القرار. ننتقل الآن إلى آراء بعض الصحفيين المغاربة، ونقتصر فقط على صحفيين مشهورين اللي هو محمد تيجيني والصحفي حميد المهداوي. قد أجريا لقاء بينهما تحدث فيه عن هذه القضية، قضية ديال تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المغربي الداخلي. وقد جاء في تصريح للتيجيني أنه من كان يبتغي أن يرد على البرلمان الأوروبي بخصوص إدارته للمغرب فما عليه سوى أن يقدم الصحفي حميد المهداوي نموذجا لما تشهده الصحافة المغربية من حرية مناقشة جميع القضايا دون وصاية. جريدة أخرى وهي جريدة هيبة بريس حاولت أن تقدم رأي سياسي مغربي اللي هو عزيز الرباح، كان وزير سابق في حزب العدالة والتنمية، قال في رد على القرار المنحاز إن المغرب أحسن من عدد كثير من الدول في مجال الحريات إقليميا وقاريا وعربيا، مشيرا إلى أن كل من أحس بمضايقات يمكنه التوجه للقضاء، سيكون الفيصل هناك هو القانون. اللي يمكن نقوله في الأخير هو أن الاتحاد الأوروبي يمهد لوصايا جديدة على المغرب. اليوم استباح حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وغدا حرية المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، ومن بعده الاحتباس الحراري، ومن بعده المطيشة الحمراء، ومن بعده سبب آخر. لتبين لنا كذلك أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تتحلم باسترجاع الإرث الاستعماري وفرض حماية جديدة على المغرب. وهذه الحماية هذه تذكرنا بواحد الحدث تاريخي شبيه بخبر هذه الحلقة وشبيه بهذا الاجتماع هذا، وهو اتفاق 1911 اللي وقعته فرنسا مع ألمانيا حول المغرب وجزء من الكونغو، حيث اعترفت فيه ألمانيا بحق فرنسا في إدخال إصلاحات على المغرب. وسطر ليا مزيان هنايا على كلمة إصلاحات. فيا ترى إذا فرضنا جدلا أن المغرب لبى جميع هذه الطلبات هذه، هل سيتركوا وشئدوا؟ لا أبدا، بل سيجدون زلة أخرى وسبب أقوى. انتهت الحلقة، إلى اللقاء مع خبر جديد وحلقة جديدة. شكرا.